ازيكم يا نصور، اخباركم ايه؟ طبعا احب اعتذر لكم عن القطعه اللي حصلت بالنسبه لليوتيوب ده، طبعا بسبب الدراسه اللي هي اخر سنه دراسيه ليا وكده يعني. واللي خلاني اعمل الفيديو ده باسرع وقت ممكن الجدال اللي حصل على البوت بتاع باندا. زي ما انتم شايفين على الشاشه ان الادراك خلاص كمان 17 يوم، وكاتب لك كمان المنصات اللي هندرج عليها، ومن وسط المنصات دي بيجي وبايبت وجيت اي او. فهل الكلام ده حقيقه ولا سكام؟ كل ده هنعرفه في الفيديو بتاع النهارده وبالتفصيل الممل كمان. لكن خليك عارف انا منقطع عن اليوتيوب بسبب الدراسه، لكن طبعا انا مش منقطع عن قنوات التليجرام بينزل عليها كل الكومبوهات والاخبار يوميا. فتاكد ان انت منضم فيها عشان هي الشيء الوحيد اللي انا مش منقطع عنه خالص يعني. فتاكد ان انت منضم في القناه دي يعني. طبعا جروب الشات برضه اكون متواجد فيه معظم الوقت يعني، عشان لو عندك مشاكل او اي حاجه. بس كنت انا والادمن. طبعا لايك وسبسكرايب هنا في اليوتيوب بيدعمنا في صناعه المحتوى وبيخليه يظهر بالكواليتي اللي انت شايفها دلوقتي. والنهارده ان شاء الله هنكشف الحقيقه الكامله بالنسبه لبوت باندا. زي ما انت شايف كده، اول ما بتفتح البوت بيظهر معاك عدد عملاتك، وهتلاقي مكتوب جنبها قيمتهم بالدولار، وكاتب لك 1 باندا توكن، يعني العمله الواحده بتساوي 0.05 دولار. فطبعا الناس معاها عدد عملات كتير والسعر كويس، فاقل واحد مثلا طالع ب 100 200 300 ويوصلوا ل 1000 كمان. وتحت على اليمين مكتوب سيلكت اكستشينج، يعني اختار المنصه اللي انت هتسحب عليها. وزي ما انت شايف كده جايب لك بالظبط منصات كتيره قوي، لكن زي ما انت شايف المنصات اللي احنا نعرفها التقيله شبه بيجيت وبايبت وجيت اي او كاتب جنبها سون لسه اصلا ما فتحتش. الاثنين اللي فتحوا اللي هي اول واحده وثاني واحده. اول واحده زي ما انت شايف كده لما تضغط عليه بيقول لك حط الايميل بتاع السحب بتاعك اللي هو ايميل التون، يعني عشان على كلامهم اللي هم يكونوا على شبكه تون، فبيقول لك حطها من اي منصه. ازاي مش عارف. وتاني واحده اللي هي نيلسكي كليان بيقول لك دخل الايميل بتاعك في نيلسكي. نيلسكي كليان دي اصلا المنصه بتاعتهم اللي هم عاملينها. فهل كده بقى نطمن وندفع 8 من 10 تون اللي هي الرسوم؟ لا طبعا وقطعا لا. فهقول لك دلوقتي برضو ليه. البوت اصلا زي ما انت شايف كده اصلا شكله سكام اساسا بنسبه 80%، هو سكام. وهقول لك دلوقتي ليه لما اروح الصفحه الرئيسيه بتاعتهم. زي ما انت شايف كده النهارده منزلين كاتب لك ذا ويت از اوفر، يعني خلاص الوقت انتهى، وكاتب لك ان في حسابات كتيره جدا خدت حظر، وان دلوقتي تقدر تسحب عملاتك. بيقول لك خش البوت عشان تعرف تخصيصك زي ما احنا كنا جوه البوت من شويه. وتاني حاجه هنا بعت لك فيديو ازاي تسحب. ملخص الفيديو ده يعني ان واحد بيحط محفظه التون بتاعته وبيدفع 8 من 10 تون عشان يقدر يستلم عملاته يوم 25 ديسمبر. زي ما انت شايف كده بيبقى كاتب لك رقم واحد سيلكت اكستشينج، ورقم اتنين بيقول لك انك تربط محفظتك وتعمل الترانزكشن دي اللي هي رسوم قيمتها 8 من 10 تون، يعني تقريبا 5 دولار. فبيقول لك لازم تعملها قبل يوم 25 ديسمبر عشان تبقى مؤهل، لان انت دوري على العمله كاتبينها يبدا يوم 25 ديسمبر. وانا طبعا حاطط لك اليوزر بتاع الدعم بتاعهم. والمنشور اللي بعده زي ما انت شايف كده كاتب لك لو انت البوت عندك ما بيفتحش اعمل الخطوات دي. وهنا بيقول لك ان انت تقدر طبعا تسحب برضه على التراست والت وبيدجت والت وتون كيبر لانه حافظ اللامركزيه يعني. بيقول لك حط رابط التون بتاعها يعني. وهنا برضه بيعيد لك نفس الفيديو ونفس الهري ونفس كل الكلام ده. طيب دلوقتي الملخص، ادفع ولا ما ادفعش؟ بص يا صديقي، انك تدفع ولا ما تدفعش دي هو طبعا قطع ما تدفعش لسبب واحد بس، ان مفيش منصه تقيله شبه بيدجت وبايبت وكيت اي او اتكلموا اصلا على البوت او حتى لمحوا له. الوحيده اللي لمحت البوت هي نيلسكي، ونيلسكي اصلا دي المنصه بتاعتهم. فبالتالي حتى لو بوت سكام والمنصه ذات نفسها سكام فمش فارق بقى يعني. فهو اصلا مش فارق. فانت تدفع 8 من 10 تون وتيجي يوم 25 ما تستلمش اصلا حاجه. فطبعا البوت قطعا بنسبه 80% سكام. طب امتى البوت ده اصلا ما يبقاش سكام؟ البوت ده مش هيبقى سكام في حاله واحده بس، ان منصه بايبت وبيدجت او جيت اي او نزلوا فعلا ان العمله هيبدا يتداول عليها يوم 25، وجوه البوت هنا يفتح السحب على بيدجت وبايبت وجيت اي او، ويقول لك بقى دخل اليو اي دي بتاعك ورابط التون وكده يعني. ساعتها اقول لك ماشي ما عنديش اي مشكله، تدفع وانت مطمن طالما في منصه تقيله شبه بيدجت او بايبت او جيت اي او اتكلموا على البوت. غير كده لا طبعا ما تدفعش نهائي ولا تحط اي رابط ولا اي حاجه خالص. حتى المنصه بتاعتهم اسمها نيلسكي دي هتبقى منصه سكام بحت لو البوت طلع سكام يعني. طيب هو الواد كاتب لك ان اخر يوم الميعاد الدفع يوم 25 صح كده؟ فبالتالي المفروض يعني بيجي توبابي وجيت اي او يفتحوا يوم 25. ما هو اصلا التداول هيفتح يوم 25، فانت المفروض تسحب لحد يوم 25. فبالتالي بيجي توبابي وجيت اي او المفروض يفتحوا بيوم 25 صح كده؟ صح. فبالتالي بقى اول ما يفتحوا والصفحات الرسميه تنزل ان التداول هيبدا يوم 25 ساعتها ندفع 8 من 10 تون، وانت عارف ان هيرجع لك قيمتها اضعاف مضاعفه، وهيكون حرفيا ده اقوى بوت نزل في التليجرام كله. لكن انا وجهه نظري الشخصيه ان البوت سكام بحت، وان الموضوع بتاعه فاكس ومش كويس خالص يعني. وطبعا كل التحديثات هتلاقيها عندنا في قناه التليجرام، فتاكد ان انت منضم فيها، وهتلاقي كل الروابط تحت في الديسكربشن. وبس كده اشوفكم على خير الفيديو القادم.